واش الدراري والدريات كلشي بخير مرتاحين؟ اليوم جبت لكم واحد القصه ديال اغرب واكبر سطو وقع في لندن. قبل ما نبداو، الا كنتي اول مره غتفرج فيا غتمشي لتحت دير ابوني وفعل الجرس باش اي فيديو جديد يوصلك، وخلي لي لايك وشي كومونتير ونبداو. 7 ابريل 2015 بنك هاتن جوردن في لندن تعرض لعمليه سطو من طرف واحد العصابه ديال الشيوخ. عصابه ديال الشيوخ اللي الاعمار ديالهم كتراوح ما بين 60 و 76 سنه، وكلهم مرات كلهم دقدقين. داكشي وقع في حل الافلام. براين ريدر في عمره 76 سنه. السيد هذا اللي شفتيه غادي يقطع الشانطي، تقدر تقطعو، تقدر تمشي عنده تبوس ليه على راسو تقول ليه داي معايا عمي. السيد دوز حياته كامله في الاجرام، ما خلى مدى. قرر يدير اخر عمليه ديالو، بطبيعه الحال هاد العمليه ما يقدرش يديرها بوحدو، بغى يجمع كليكه ديالو. وهاد الكليكه ما غيجمعش الدراري الصغار لي جون، لا غيجمع غير الناس الكبار. اولا خاص واحد اللي يسوق بهم. جون كولينز في عمر ديالو 75 سنه، كيعاني من عده امراض، اهمها او ابرزها داء السكري وفقدان الذاكره. سي نورمال، راجل كبير في العمر صاحبي. تشيري بيركنز، هذا الشخص هذا كياكل تقريبا 29 ولا 30 حبه ديال الضوء في النهار، ما عرفناش ديالاش. المهم هاد السيد جامع امراض ديال الدنيا والدين. راه قلت لكم فيلم اصاحبي. واليوم مهم ما تدوش على الاسماء، نقدر نكون كنغلط ولا شي حاجه، حيت ما اخوكم اللونجلي ديالو شويه ضعيف. عمر ديالو 60 سنه، فايت لي يدير واحد العمليه، ماشي عمليه ديال سرقه ولكن عمليه في الدات ديالو. داني جونز حتى هو في عمر ديالو 60 سنه، هذا بلا ما نذكروا الحاله ديالو الصحيه حيت مسكين مفركل. كارل 58 سنه، هذا كان انسحب قبل ما تكمل العمليه. واحد في العمر ديالو 48 سنه، هذا ما احتاجوش بزاف حيت صغير، فهمتي، هنا بغينا شي واحد كبير. والشخص الاخير اللي اتحد معارفه لحد الان الملقب ببازو. من بعد ما تجمعات العصابه 3 سنين وهما كيخططوا، تعلموا بزاف الحوايج اللي غادي ينفعوهم في العمليه. كانوا كيتعلموا اي حاجه من يوتيوب. في 3 سنين هذه كانوا كيدخلوا ليوتيوب وكيتعلموا كيفيه حفر جدار سميك، وهادشي بمساعده المختص في الحفر داني بونز 60 سنه. كلشي كبير باش خارج. كانوا كيقراو واحد الكتاب ديال كيفية عدم أن كيف لا أخلي دليلا ورائي، هكا صاحبي. Forensics for Dummies. وبالنسبة لهم الصعيب ماشي هي أنهم يشفروا، الصعيب هي أنهم يبيعوا داكشي اللي شفروا. وداكشي علاش لقاو الشاري قبل ما يشفروا. بازو هو العقل المدبر، هو اللي خطط النهار اللي غيديروا فيه العملية. واختاروا واحد النهار غتكون فيه عطلة، هاد العطلة فيها 4 أيام، وعندهم الوقت الكافي باش انهم يدخلوا ويشفروا ويديروا السرعه. بازو كان عنده كاع المعلومات على ديك البنكه، بحال كان خدام فيها. نهار العمليه مشات العصابه مع 8 وثلث ديال الليل، جاو في واحد الفان بيض وبلاصه وبعاد شويه على ديك البنكه اللي غادي يشفروا. نزلوا 2 من العصابه، نزل داني وكارل لابس جيليات صفرين ديال الخدمه على اساس انهم عمال، ودازوا من حتى البنكه او العماره اللي غادي يشفروها. وشويه داز واحد السيد هاز مليكه كحله كبيره نرقى ليه وجهه. السيد دار حساب الكاميرا، بطبيعه الحال هو بازو. دخل من الباب الرئيسي، بقى كيتسناهم في الباب اللي اللور باش يجيو يدقوا عليه ويحل ليهم ويدخلوا حتى هما. من بعد ما دخلوا نزلوا 2 الاخرين حتى هما لابسين جيليات صفرين، ولكن جارن معاهم واحد لي بوبال. دوك لي بوبال فيهم الماتريال اللي غيحتاجو، كاع الماتريال اللي غيحتاجو كاين تما. واحد بقى في الطوموبيل حاضي العكا باش لو وقع شي مشكل ولا اي حاجه وقعت مشيت لهيه غادي يعلمهم، ماشي في التليفون ولكن في الطونكي وونكي. اما السالين شامل. 2 طلعوا الطبقه الثانيه وطلعوا لاسانسور عندهم، بلوكاو لاسانسور تما باش ما يهبطش. و2 بقاو لتحت، حلوا الباب ديال لاسانسور، هبطوا لتحت ولقاو واحد الريدو ديال الحديد، حلوه ودازوا مع الارض باش يخرجوا. حلوا واحد الباب باش يخرجوا من بلاصه لاسانسور، لقاو راسهم في هاد البلاصه. اما السالين سامل. ملي يخرجوا تما غيلقاو واحد الباب تحت الدروج، داك الباب فيه الكاميرات وفيه الالارم، هادشي كامل دايرين ليه حساب. غادي يجي بازو باش يديزاكتيفي معاهم الكاميرات والالارم، وغادي يقطع الضوء على واحد الباب اللي كيتحل الضوء باش يوليو يحلوا عادي وناضي. وشكون كيتسناو في الجهه الاخرى؟ 10 اللي كانوا طلعوا السانسور بالماتريال ديالهم، بقاو بينهم وبين الكوفر واحد الكولوار. قبل من داك الكولوار كاين هاد الشبيك ديال الحديد، قطعوا القضبان ديالو ودازوا، وصلوا للحيط اللي كيفصل بينهم وبين لي كوفر اللي عامرين بالمجوهرات، عامرين بالذهب والالماس،
ما كنعرفش سميتها دوك اللعيبات. وداك الحيط السمك ديالو تقريبا 50 سنتيمتر، يعني السمك ديالو كبير بزاف وصعيب انك تحفر فيه. وداك الشيء علاش كانوا موجدين هما واحد دريلر كبير باش انهم يحفروا. دابا ما عليهم الا يثقبوا الحيط باش يوصلوا لداك الشيء اللي باغيين. ولكن بقى واحد المشكل، فاش ديزاكتيفاو الكاميرات والسيستم ديال الالارم ما ديزاكتيفاوش داك الشيء 100%. وصل ميساج للشركه ديال السيكوريتي، صيفطوا واحد من الحراس ديالها باش يشوف واش كاين شي بروبليم ولا غير شي غلط كاين في السيستم. جا بقى كيقلب البيبان، قلب كل شيء، ما لقى حتى حاجه انورمال. وجاب لي داكشي عادي وديكلارا باللي راه ما كاين حتى مشكل وداكشي غير شي بروبليم تنصلحوه من بعد وما عيطوش على البوليس. وهكذا يقدروا يكملوا الحفير عادي. كانوا كيحفروا هما فرحانين ماشي حيت غادي ياخذوا الفلوس، ولكن الامر كان نفسي. يعني من بعد سنين وهما كيحسوا براسهم عاجزين انهم يديروا شي حاجه، اخيرا غيقدروا يديروا شي حاجه وغيخليوها متورخه وكل شيء غيولي يعاود القصه ديالهم كيف ما كنعاودها انا دابا. هذه هي التفكير باش كانوا كيفكروهم. حفروا 3 ديال الثقبات حدا بعضياتهم باش يكونوا ثقبه كبيره يتسهل على الواحد انه يدخل من تما. ولكن في الساله والحفير صدموا بوجود واحد الكوفر منفصلهم اللي ما غيخليهمش انهم يدخلوا، وخا يبغاو يدفعوه ما غيقدروش يدفعوه حيت عنده واحد السيبور ولاصق مع الحيط ومع الارض. يعني وخا يدفعوا تيعياو ما غيصوروا منه والو. وفي نفس الوقت مخلوعين حيت كلهم كبار في السن، خايفين اللي يحصلوا ويتشدوا في الحبس وهما كبار وغيبقاو حتى غادي يموتوا في الحبس. صدموا بزاف حيت كانوا على بالهم غادي يخرجوا في القاعه ديريكت وغادي ياخذوا داكشي وغادي يمشيو بحالهم. لقوا خرجوا في الظهر ديال الكوفر ودابا ما عرفوش شنو يديروا. قالوا مع بعضياتهم باللي حنا راه مازال عندنا الوقت نقدروا نخرجوا من هنا ونمشيو نفكروا مزيان ولقاو شي حل. وديك الساعه رجعوا. واحد فيهم ما قدرش يكمل، ما قدرش يزيد شي ستريس اكثر من هذا الستريس هذا. قال لهم باللي انا راه ما غنرجعش معاكم وغنمشي لدارنا وما غاديش نكمل معاكم العمليه. ولكن الاخرين ماشارير مقطعه ما عندهمش الفرانات وما كاينش رجع اللور. بدينا غنكملوا. خرجوا من تما وفكروا مزيان ولقاو الحل هو واحد البومب هيدروليك اللي القوه ديالها 10 طن اللي غادي تقدر تدفع لهم داك الكوفر. نهار السبت مشاو 2 منهم في واحد المرسيدس بيضاء لواحد المحل ولا سوبر ماركت. المهم تقداو منه داك البومب هيدروليك. الليل ضربوا دورة على ديك البنكة باش يشوفوا واش حصلوا ولا مازال، واش القضية حامضة ولا لا. عاودوا رجعوا بنفس الطريقة اللي جاو فيها المرة الأولى، ولكن هذه المرة جابوا معاهم لابومب. ركبوا لابومب، دفعوا المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، وهو يتدفع عليهم الكوفر. دخلوا 2 ديال الناس، دخل باسيل اللي كان صغير في السن ودخل معاه واحد اخر واخا اكبر منه ولكن رقيق يقدر يدخل من ديك الثقبه. دخلوا وبداو كيحلوا في الكوفر الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، حبسوا حد كوفر رقم 37 مع العلم انه باقي بزاف ديال الكوفر حيت تما كاين 999 كوفر. كان بالامكان ديالهم انهم يديو كل شيء ولكن ما داوش كل شيء، ما عرفتش علاش. كاع دوك المجوهرات والذهب والالماس داروهم في سله المهملات. حاشا ولله واش تكون سله المهملات. داو كل شيء ومشاو. نهار الاثنين جاو الموظفين عادي باش يبداو الخدمه ديالهم وهما يتصدموا في ديك الروينه اللي لقاو الحيوطه مدقدقين، لقاو التراب، لقاو كل شيء مفرشخ، ما فهموا والو. لكن ما قاسوا حتى حاجه باش ما يخسروش البصمات ولا كان شي اثار ديال العصابات بقى تما. وعيطوا على البوليس. فاش عيطوا على البوليس جاو وفلاو ديك البلاصه كامله تفاها على علاها، ولكن ما لقاو حتى دليل ولو شعره وحده ما لقاوهاش. وحتى من الكاميرات ما شدوش شي حاجه قليله اللي ما غتفيدهم حتى حاجه. خدموا خدمه نقيه 100%. الشراف اللي مراد ومدقدقين قدروا انهم يديروا العمليه ديال السطو وما يحصلوش. الموضوع ما فيه هو ان هاد الشراف هادو ايام الثمانينات التسعينات كانوا كيديروا العمليات ديال السطو وكانوا كيشفروا من شحال هادي وكاين فيهم اللي مدوز الحبس. داكشي علاش ما تجيكمش غريبه. وصالح وكيفاش انت كتعاود لينا هادشي بلا ديطاي ديال لي ديطاي؟
وما لقاو هما التدليل. كيفاش عرفتي هادشي؟ بلاتي واحد البوليسي تكلف غير بالكاميرات، خدام غير على الكاميرات اللي كاين في داك الحي، وكيشوف الا كانت شي حاجه غريبه وقعات هاد الايام. كتبان ليه واحد المرسيدس بيضاء داز 2 ديال المرات، حيت مع لندن كامله عامره كاميرات. بقى متبع دوك الكاميرات اللي كاين في الاحياء، تبع التراجي اللي كانت كتقطع داك المرسيدس، وخدا الماتريكيل ديالها وعرف السميه ديال مولاها، وبقاو مراقبين التراجي اللي كان كيدير، وشافوهم فاش مشاو جابوا لا بومب من السوبر ماركت. ومن بعد لقاو بلي الطوموبيل مشات عند صاحبهم الثالث، ومشات عنده للدار وركب معاهم في الطوموبيل، ولاو كيراقبوهم كاملين ومراقبين التليفونات ديالهم. ومن لي زابيل عرفوا داك الراجل اللي كان ساحب، ولقاهم باغيين يتلاقاو في واحد البلاصه باش يشرحوا ليه كيفاش داروا العمليه. والبوليس بقاو مراقبينهم حتى تلاقاو في هذيك البلاصه، وكانوا كيصوروهم من بعيد انطلاقا من الحركات ديال واحد منهم، باين انه كيشرح لصاحبه كيفاش داروا تقبوا الحياه وكيفاش داروا شفروا، حيت ما كانش حاضر معاه. البوليس حاولوا انهم يجمعوا الماكس ديال المعلومات، قلبوا لهم البيسيات ديالهم، لقاهم فاش كانوا كيتفرجوا في الفيديوهات ديال اليوتيوب ديال كيفيه حفر الجدار سميك، لقاهم عندهم مكتوبه اللي غتعاونهم في العمليه. بغاوش يشدوهم في البلاصه، كانوا عارفينهم باللي غادي يتجمعوا عند واحد فيهم باش يقسموا داكشي اللي شفروا. خلاوهم حتى داك النهار اللي غادي يتجمعوا باش يقسموا، وكانوا مراقبينهم غير بالكاميرات، حيت الكاميرات كيف ما قلت لك كاينين في لندن كامله. خلاهم تدخلوا ومشاو عندهم وشدوهم، والوحيد اللي ما لقاو عليه حتى ابيل وحتى دليل، ما لقاو عليه حتى حاجه، هو بازو. افراد العصابه ما كيعرفوش وما كيعرفوا عليه حتى معلومه، حتى من النصيب ديالو من العمليه ما جاش ياخذوا معاهم. النصيب ديالو خداه هو الاول ودار فرت، وما لقاو عليه حتى معلومه لحد الان. اللي رابح من هادشي كامل هو بازو، اللي حتى واحد ما عرفو، حتى واحد ما عارف عليه حتى حاجه لحد الان، باقي حر طليق. الى عجبتكم القصه خليو لي لايك، سبسكرايب، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. الفكره ديال واحد الدري صاحبي واللي قال لي نعاود لكم هذه القصه، نتمنى تكون عجبتكم وان شاء الله.